جميل لمدة نصف ساعة، ثلاث أرباع ساعة، ساعة إلى أن يحين، وهي قريبة جدا من الأوتيل. احنا اليوم بدينا اليوم التدريبي في عملية بريفنج عن الأمور المالية، وبعدين بعض الأمور الشخصية. لأن القضايا المالية مؤثرة عليها أمور كثيرة، مثلا اليوم حققت 1000 دينار. اليوم احنا في قرية زلامسي، المتدربين في أوج حماسهم اليوم المدرب عبد الرحمن القريشي بدأ بالاجتماع مع قادة الفرق، وبدأ يعطيهم التوجيهات والدايركشن على صعود الجبل عن طريق التلفريق. الموضوع مخيف، زحليقة كبيرة، ولكن المغامرة تمشي في عروقنا. يلا قول يا رب. اسلم. دائما الكورسات تكون جامدة، ما هي مع الترفيه، فتجربة الترفيه مع التعليم والتدريب تجربة مميزة وتستحق التجربة. حياكم الله عشاق فرصتي من جبل كابرون. احنا في المرحلة الثانية، بدأ الثلج يبين معنا في قمم الجبال. بانتظار أن نصل للمرحلة الثالثة لنستمتع بالثلج والأجواء الباردة. المواقع اللي قاعد نزورها كلها مناطق جميلة، يعني بالأجواء، بالظروف السكنية، في حتى كل ما يتعلق في أن اليوم أن احنا ننسجم مع بعض. احنا موجودين الان هنا في هذه المنطقة اسمها بانجكستان. وين رايحين احنا؟ اهلا وسهلا فيك. احنا الان ان شاء الله متوجهين لشلالات كراميل، وراح ناخذ لنا كذا شاور كذا على الظهر يفتح النفس. هذه صراحة أول فرصة لي أطلع خارج المملكة، رحلة دولية، وصراحة يعني سوينا حاجات كويسة والتدريب مع الشباب. الشعور مرة غريب، يطول الطاقة السلبية. حياكم الله مع زوج ديالنا. Actually, thank you very much for Mr. Faiz Sudari. He is working a lot في Mr. Ghaffar. They are doing amazing job. معزوفتي فيها really. شكرا لفرصتي، لأنكم أعطيتوني الفرصة لأن أشارك في عزف هذه المعزوفات. هذا هو التميز اللي تميزت فيه شركة فرصتي من خلال دمج المرح والسعادة بالتدريب. لو أردنا نحقق 50,000، الجدول هذا يعطيكم 3 حالات، يعطيكم يديين، يرقم في بناء ثروة. الله يبارك فيك. هذا وسام احنا طبعا متخصصين فيه، يعني نعطيه بس أنا في حياتي العسكرية حصلت أوسمة وايد، ولكن هذا وسام أعظم منهم كلهم صراحة. زمان ما شفت. اي والله زمان مو طيانك يا اخوي. هذا وش يتعلق؟ من الحادث هذا وسام المفترض يلبس الأستاذ أبو فيصل، لأنه الطاحة اللي طاحها أنا ما أستلم وسام. الله يعطيك العافية. أشكر القائمين والمنظمين على هذه المعزوفة، بذلوا الجهد الكبير وأتمنى لهم التوفيق. معزوفتي ما فيها كلام، معزوفتي أنا، معزوفتي أنا. فرصتي في التغيير، فرصة. أعطيت أنت جسيد؟ ترى أنت رجل جسيد. تميز في السياحة الأكاديمية. أنا تربية هتلر. معزوفتي كل يوم تحبها. نحن نقف الآن على أبواب صناعة التاريخ، على أبواب صناعة طريقة جديدة في التدريب الأكاديمي أو في السياحة الأكاديمية.